صباح الخير. صباح النور يا دكتور. طيب اخر مره اتكلمنا على الخمس حقوق، ان احنا من حقنا او ربنا ادانا الحقوق دي: الاكل، الشرب، الهواء، النوم، والمساحه الجسديه من بره والنفسيه من جوه. وانت كنت تقولي ان الحريه دي او المساحه الداخليه دي هي تساوي الحريه بتاعتنا اللي هي بتاعتنا احنا اللي بنتحكم في حجمها ومحدش يقدر ان هو يدخل فيها. فممكن توضحي الحته دي اكتر شويه؟ هو انا جوايا ايه؟ جوايا مشاعر، جوايا افكار، وجوايا معتقدات صلت جوايا. تمام. كل ما كانت المشاعر والافكار والمعتقدات جوايا حرة تخص اللي انا عايشه دلوقتي حالا، كل ما انا كنت انسان حر. كل ما جبت بقى من القديم والجديد واللي جاي واللي هناك واللي حصل واللي هيجري، كل ما زحمت افكاري كل ما قيدت حريتي. وكل ما بقيد حريتي انا بضعف، ما ببقاش بكامل طاقتي وانا بتعامل مع الحياة. فبيروح مني الثروة العظيمة بتاعت هنا ودلوقتي اللي انا محتاج فيها كل طاقتي. زي ما فعلاقتي بهنا ودلوقتي والوعي بتاع هنا ودلوقتي وانا حدودي ايه بينتقص. فكل ما ينتقص كل ما طاقتي بتقل، فما بقدرش ادي احسن اداء، فبكعبل نفسي زيادة. فببقى سجين الحياة اللي انا عايشها، سجين افكاري، سجين علاقاتي. انا مش عارف اخد قرارات سليمة. كنا بنتكلم على الفكرة دي، ويمكن هنعمل حلقة مع الموضوع ده بتاع ان احنا طول الوقت ما بنقعد نزود الحاجات اللي احنا عايزين ناخدها، انا عايزين نجيبها، انا عايز اغير العربية، انا عايز اغير البيت، انا عايز اغير مش عارف ايه. كل ده بيبدأ يحدد الحريات بتاعتي، لان انا بحط نفسي بقى في قسط هنا وقسط هنا وان انا محتاج اشتغل اكتر عشان اجيب كذا واعمل كذا. فكأن انا اللي بقفل الحرية بتاعتي بان انا بحط لنفسي متطلبات اكتر واكتر طول الوقت، عشان انا خالط بين انا محتاج ايه وانا عايز ايه. انا كل ما ركزت في احتياجي كل ما اتحركت في الحياة عشان اسدد احتياجي بكامل طاقتي. انما لو ركزت بقى في انا عايز ايه، كل ما هشوف حاجة هعوزها. والحياة مليانة يا دكتور، مليانة حاجات تخليني اعوزها. من عايزة ابقى زي غيري، من عايزة ابقى احسن من غيري، من عايزة مش عارفة. لا طبعا. القانون التجارة الرئيسي هو needs are unlimited او wants are unlimited resources are limited. المتطلبات غير محدودة ولكن الموارد محدودة. والمشكلة الأكبر إن أنا بصنع من عوزاتك احتياج. أنا بخليك تتصور إنك محتاج ده وإنت مش محتاجه. أنا مش محتاج عربية بموديل معين، أنا محتاج وسيلة مواصلات. كنا بنتكلم على السلوك الإدماني، وإن هو دايما بيخلي إن الشخص زي ما تقولي بيلخبط ما بين الاحتياج والعوزان أو الشيء اللي هو عايزها ككماليات والاحتياجات الحقيقية بتاعته. فكنا بنحط شوية قواعد عشان الناس تقدر تعرف هو اللي أنا بطلبه دلوقتي أو اللي أنا قاعد بزن عليه دلوقتي هو في الحقيقة مهم أو أنا محتاجه، ولا هو بقى تضييع للموارد بتاعتي والمجهود بتاعي ويخليني حاسس بعدم الحرية أو حاسس بعدم الراحة في الحياة بتاعتي. فكنا بنقول إن في 3 أسئلة اسألها لنفسك. السؤال الأولاني: أنا محتاج الحاجة دي ولا لأ؟ محتاج بمعنى أنا محتاج أروح شغل، فهو أنا محتاج عربية عشان توديني شغل. مش شرط إن العربية تبقى موديل معين أو ماركة معينة، لكن أنا محتاج عربية عشان توديني شغل. والمروح للشغل ده، والشغل مهم لأن الشغل ده هو المصدر بتاع الرزق بتاعي. أنا ممكن، لكن أنا مش محتاج جيت سكي عشان ألعب بيه في البحر. ده صعب ان هو احطه في حيز الاحتياج، لان هو يعني الا لو انا هروح بيه الشغل يعني. ماشي. كنت اعرف حد بيروح شغله جيسكي بس لو هو ده الحاجه اللي هتخليني توفر لي الشغل بتاعي او تساعدني في الشغل بتاعي، يبقى ده الاحتياج بتاعي. فالسؤال الاولاني: انا محتاج الحاجه دي، هي هتفرق في حياتي ولا مش محتاجها؟ انا بعرف منين بقى اذا كان ده محتاجها ولا لا؟ اعرف مكانها فين جوايا، هي برايا ولا جوايا. لان الاحتياج مثيره داخلي، انما العوز ده مثيره خارجي. انا شايفه من الناس، اللي انا شايفه او سمعت عنه. فانا لو الحاجه دي من جوايا انا هعرف ان انا محتاجها، لكن لو من بره هعرف ان انا عايزها. انا بحتاج بروتين بس بعوز فراخ ولحمه وسمك. فانا لا اعرف ان الاحتياج ده جوه يبقى هاكل اي حاجه. انما لو الاحتياج من بره هنقي اللي انا محتاجه. بالظبط كده بقى عاوز. السؤال الثاني:
انا استحق الحاجه دي حقيقه ولا لا. يعني طب انا هجيب العربيه، طب انا استحق العربيه، استحق بمعنى ايه؟ واحد، معايا فلوسها، يعني انا اوريدي معايا فلوسها او معايا قسطها. اتنين، انا اصلا بعرف اسوق، ولا انا هجيب العربيه عشان ادخل بيها في اول حيطه. آه انا استحق الحاجه دي، انا معايا اللي يخليني احصل على الحاجه دي ولا لا، عملت في الحياه اللي يخليني احصل على الحاجه دي ولا لا. فانا لو مثلا الفيديوهات اللي بتنزل دلوقتي، انت حبيبي عربيتك ايه؟ انا بورشه، وانا مش عارف ايه، وانا بنتلي، وانا مش عارف. هو عيل صغير لسه اصلا مش المفروض يبقى معاه عربيه، لسه ما طلعش رخصه. طب هو الشخص ده لما ياخد ده دلوقتي، ده ينعكس ازاي في مساحه حريته بعد كده لما يجي يختار اي حاجه؟ اللي احنا بنقول للاهل مثلا ان مش كل حاجه ابنك يشبط فيها تجيبها له، لان هو طب انت عملت ايه؟ انت خلصت واجباتك، انت عملت الشغل اللي عليك عشان تاخد الحاجه دي، فبالتالي تستحق ان احنا نجيب لك الطلب بتاعك ولا لا. في اوقات كتير ان لما بندي وخلاص بيدي للشخص فكره خطأ على الاستحقاق بتاعه، فلما يطلب الحاجه يبقى فاكر ان هو بيستحقها لمجرد ان عين وقعت عليها. ده حضرتك دخلتنا في حتة مهمة جدا. هو العلاقة مع الحياة مبنية على ايه؟ الحياة ما بتديش من غير مقابل، وما بتاخدش من غير تمن. مم. فأنا بعوز بناء على ايه؟ يعني دايما نقول ايه، ما تاخدش قطمة من الحياة أكبر من بقك، مش هتعرف تهضمها. مم. فلو أنا نظمت علاقتي بالحياة، أنا مين؟ أنا دلوقتي أستحق ايه؟ الحياة تقدر تديني ايه؟ اللي أنا هاخده ده هستخدمه ازاي؟ لو أنا سألت نفسي الأسئلة البسيطة دي، هعرف هو أنا أستحق ولا لا أستحق. صح. لأن الاستحقاق مبني على ايه؟ على الكفاية والكفاءة. فأنا دايما عايز من ده، عايز النتائج، عايز الأحسن، عايز الأفضل. ودي مشاعر طفولية جدا، فيها اعتمادية كبيرة قوي على الحياة. إنما كل ما بنكبر احنا بنعتمد على نفسنا، يعني بين قوسين المسؤولية يا دكتور. الكلمة دي اللي محدش بيحبها يعني. ما هو الكلمة عشان ما يحبش يحبها عشان ما بيعرفش يقطعها او يعني يطلع المحتوى بتاعها. مظبوط. فتاني لو مشينا ورا الثلاث اسئلة دول، انا محتاج الحاجة ولا لا، انا استحقها ولا لا. التالت بقى، انا اعرف احافظ عليها ولا لا. مسؤولية ان انا هيبقى اعرف احافظ على مسؤولية الحفاظ على الشيء ده ولا لا. انا جبت العربية، اتصرفت وجبت فلوسها واتعلمت السواقة، بس انا هعرف اعمل لها صيانة؟ هروح اوديها الصيانة في موعدها؟ هعرف احافظ عليها في الركنة والوقفة وانا بتحرك بيها؟ ولا هبهدل العربية دي؟ الناس دايما يجيب سواق يقول لك اصل السواق بهدل العربيه، اصل هو ما اخدش باله وهو ماشي، ما اصل مش عارف ايه. ليه؟ هو ما عندوش فكره ان انا هحافظ على الشيء ده. انا جسمي ده، صحتي، هل انا هحافظ عليها؟ انا من حق اعيش واستحق ان انا اعيش، بس هل انا بقى بحافظ على الجسم ده علشان يفضل عايش، عشان يفضل بيؤدي بكفاءه؟ لو انا بشرب مخدرات، هل انا كده بحافظ على الشيء اللي معايا، صحتي او جسمي او حياتي او امكانياتي؟ ف متهيألي الثلاث اسئله دول لو حطيناهم في اي حاجه احنا بنفكر نجيبها او ناخدها. انا عايز اتجوز، طيب انا من حق اتجوز؟ او هل انا دلوقتي كبير كفايه، مسؤول كفايه، فانا من حق ان انا اتجوز؟ طيب انا استحق ان انا اتجوز، بقى عندي دخل، بقى عندي بيت، بقى عندي حاجه اقدر اقيم بيها الاسره؟ وهل انا بعمل اللي يخليني احافظ على الاسره دي ولا لا؟ فبالتالي في الاخر يبقى معايا الحاجه او الجواز، العربيه، العلاقه، الشغلانه اللي هتخليني بحافظ على المصادر بتاعتي، ما اصرفهاش على الفاضي، وبالتالي اسيب لنفسي مساحه الحريه الداخليه ان انا يفضل عندي احلامي ويفضل عندي الحاجات، ما بقاش طول الوقت بقى بجري ورا القسط ده، ورا الحاجه دي، ورا الحاجه دي، ومش مش لاحق اتابع نفسي، او مش لاحق حتى افكر فانا نفسي في ايه من جوه. احلم براحتك، احلم بنجوم السماء، بس نمرة واحد اعرف انها مش حقك، وانها رزق ونعمة. فهي مش من حقوقك، لان حقوقك احنا واخدينها، او انت واخدها يعني مش احنا اللي واخدينها. تاني حاجة،
انا استحق اللي انا بحلم بيه ده ولا لا، يعني هبذل له جهد في الحياه يليق بحلمي، ولا انا قاعد في السرير ورافع راسي للسقف وبقول له انت ما بتدينيش ليه زي ما بتدي الناس. خلاص. تالت حاجه اعرف هتحافظ على ده بمسؤوليه ولا لا، لانه ساعات كتير بتيجي النعمه وما نحافظش عليها لمجرد ان انا هجت وخلاص فبقت من ضمن ممتلكاتي. طيب زي ما حضرتك قلت، هو السواق ده بيحافظ على العربيه ولا لا؟ هو ايه اللي بيخلي سواق يحافظ على العربيه وسواق ما يحافظ؟ ايه اللي يخلي انسان يحافظ على جسمه وانسان مش بيحافظ؟ الامانه، اني ابقى احفظ الامانه. لو انا حاسس اني امين على نفسي وحياتي وكل حاجه من ممتلكاتي وكل حاجه من ربنا اداها لي هحافظ عليها. لو انا ما عنديش الامانه مش هعرف احافظ على حاجه، هتبقى بقى بستهلكها مش بحافظ عليها او بستخدمها. لو احنا هنكمل بقى المرة الجاية في الأربع علاقات اللي مع ربنا، مع نفسي، مع الآخرين، ومع المكان والزمان، اللي يسمحوا لي ببناء الروحاني بتاعي، أو اللي هو بناء المساحة الداخلية أو الحرية الداخلية. فالمرة الجاية هنتكلم على جوهر العلاقة مع ربنا، جوهر العلاقة مع نفسي ومع الآخرين ومع المكان والزمان بتوعي، عشان نعرف نفكر فيه ونشوف ممكن نظبطهم ازاي. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا.